قبل ما ابدا الفيلم هقول لك وحشتنا يا صديقي. ايوه انا مختار بشحمه ولحمه وفحمه، هتلاقيني معاك في كل مكان. المهم يا ريت لو انت اقل من 18 سنه تطلع من الفيديو، قد يكون في مشاهد مرعبه بالنسبه لك، ولكن الفيلم حاله من المتعه التي لم ولن تتكرر ابدا. كل اللي عليك تصبر في البدايه علشان تستمتع بالنهايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بالراجل الغريب ده بيطلع رصاصه وبيحطها على البار، والبت دي بمجرد ما بيشوف الرصاصه بتتوتر. بيقول لها بقول لك ايه، امتى الباب ما يكونش باب؟ بتقول له مش فاهمه. بيقول لها زي ما بقول لك امتى الباب ما يكونش باب. بيتدخل وائل في الموضوع وبيقول له مش فاهمه. بيقول له ده لغز وهي مش فاهمه قصدي. خليني اقول لكم مره تانية امتى الباب ما يكونش باب. بتقول له لما الباب يكون مفتوح. بيقول لها زي واحد من دول. بتبص وراها بيقول لها هي دي اللعبه اللي بدور عليها، فيها علامات مميزه تريسيكليون وثلاث حلزونات متصلين. بتقول له احنا مش عارفين انت مين ولا بتتكلم عن ايه اصلا، يلا هوينا من هنا يا عم. بيبص على العلب التوابل. بيقول لها العلب دي مصنوعه من خشب شجره مقدسه، الشجره دي استخدموا خشبها علشان يمسكوا كيستوني. كيستوني ده بروح خداعه. بتقول له انت بتتكلم في ايه؟ العلب دي مليانه شطه وكمون. زميلها بيقول له ايوه يعني انت جاي هنا ليه؟ بيقول له انت عارف انا جيت هنا ليه يا دمبار؟ في الوقت ده كل الموجودين في المطعم بيطلعوا اسلحتهم. بيقول لهم ايه ده؟ هو انتوا كلكم عارفين؟ والحفله بتبدا يا صديقي. البت بتاخد العلبه وبتجري، والراجل بياخدها جري وراها، بيخبطها في رجليها بطلقه بتقع على الارض والعلبه بتقع منها. بتبص عليه وعينيها بتبدا تتحول. دمبار بياخدها جري وبيكون في منتهى الغضب، بيتحول وبيطير وبيكون خلاص هيهرب، ولكن بيريحوا بطلقه بيجيبه على الارض. هيكاري بتصرخ والراجل بيروح ياخد العلبه. بتقول له مش هتقدر تسيطر عليه. بيقول له مين قال لك ان انا عايز اسيطر عليه؟ لا سحر ولا شعوذه. العلبه بتقوم لوحدها. الشبح اللي فيها بيقول له حررني من هنا. بيقول له مش قبل ما توعدني. بيقول له انت هبل عشان تاخد وعد من مخادع زيي؟ ولو انت قوي حكيم زي ما بيقولوا هتعرف انا عايز ايه لوحدك. بيقول له انت عايز تنتقم منه ومن اصحابه ومن كل اللي بيحبهم، وانا يا عم هعمل لك اللي انت عايزه، بس حررني من علبه الشطه دي جاتني البواسير. بيحرروه بياخدوا بعضهم ويمشوا، والشرطه والاسعاف بيحضروا في المكان وبينقذوا البنت وكلبها. وفعلا الف بيروح للبنت بتقول له ما تقربش الكلب هيعضك. بينزل لتحت والكلب بيكون عايز يهجم عليه، ولكن عينيه بتتحول. بيبص للكلب فالكلب بيقعد مكانه. ومره واحده المكان بيبدا ينهار بيهم. البنت بتركب على ظهره ومره واحده بيتحول لديب، بياخد البنت منه وبينط لفوق، والبنت بترجع لباباها ومامتها وبيكونوا في منتهى السعاده برجوع بنتهم. بيخلصوا علاج الكلب وعلم بيقول له اقفل المحل خلينا نمشي من هنا. وفعلا سكوت بيقفل المحل والست دي بتكون واقفه قدام الباب. بيلف وبيرجع يبص تاني ولكن بيلاقي الست اختفت. بيدخل جوه وبيظهر له ارجن، بيرفع عليه السلاح وبيكون خلاص هيقتله، ولكن سكوت بيمسك ايديه وبياخده بالحضن. بيقول له ايه ده؟ ليه ما جيتش من الباب اللي قدام؟ بيقول له انا ما بدخلش من الباب اللي قدام لانه مش امان. سكوت بيقول له مين قال انه مش امان؟ بيقول له انت هتستهبل، ما هو انت بتشوفها برضه، قصدي يعني انت بتحلم بيها. بيقول له طول السنين اللي فاتت كانت بتظهر لي صوره ولكن كانت باهته مش واضحه فيها، ولكن من اسبوعين في حاجه اتغيرت. الصوره اللي ما كانتش واضحه بقت واضحه زي عين الشمس قدامي. شفت لها لحظات وهي بتصرخ وتتألم وتتعذب قدامي، واكتشفت انها اليسون، وشها كان واضح قوي قدامي. وبدات اسمع صوتها وكأن في حد بيهمس لي في وداني. بيقول له انت بتقول ايه؟ بيقول له زي ما بقول لكم كده، وفي كلمه بسمعها انا ورايح انام وبمجرد ما بصحى من النوم الكلمه دي برضه. هارجنيت بينصدم وبيقوم يقف من مكانه. بيقول لهم انا بقيت مجنون بالكلمه دي، في يوم بطلب عميل وبدل ما اكتب رقمه كتبت الكلمه دي. هارجنيت بيقول له انت عارف معنى الكلمه دي ايه؟ معناها بين الحياه والموت. بيقول له بالظبط كده، معناها اني اليسون محجوزه بين الحياه والموت. سكوت بيقول لهم مستحيل لاني اليسون ماتت قدام عيني. هارجنيت بيقول لهم دي اكيد رساله منها لانها لسه عايشه. سكوت بيقول لهم بعد 15 سنه ولسه عايشه. هالم بيقول لهم المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ هارجنيت بيقول لهم في طقوس بتتعمل انا اعرف حاجات بسيطه منها، كل اللي احنا عايزينه هنلاقيه عند هيلز، ولازم الطقوس دي تتعمل وقت اكتمال القمر. الفرصه دي لو ضاعت مننا مش هنلاقيها تاني. هالم بيقول له الطقوس دي من الاف السنين وخطيره جدا. سكوت بيقول لهم نهايه الكلام، هنعمل الطقوس دي وننقذ اليسون ولا لا؟ هالم بيقول له الرساله دي ليك انت وانت اللي تقرر تعملها ولا لا. هارجنيت بيقول لهم دي اكتر من رساله. بيفتح صندوق وهو بيقول لهم ده السيف اللي اتقتلت بيه اليسون. سكوت بيقول لهم لو ما حدش فينا هيتضر يبقى ننفذ المهمه، هو كمان هيجيب اصحاب القدام يساعدونا. في الوقت ده ليدا بيكون مع الموظف ده هو بيكون ماسك الملف بتاع اليسون. بيقول لها مين اليسون دي؟ بتمسك الملف بتلاقي اسم اليسون في مكان في الملف، تخش على مكتبها تفضل تكتب حاجات غريبه. في الوقت ده إيلا بيروح يسرق عربيه جيب، وهو في الطريق ان باريس بيشوفه. بيبلغ زمايله اللي بيكونوا بيطفوا الحريقه دي، والظابط بيقول للمأمور في حرامي سرق عربيه جيب. بيقول له بلغه باللي عمله ابنه. المأمور بيقول له لا خليني انا احسن اللي اقول له. دريك بيدخل عليهم وهو بيقول للمأمور كان عندك حق تدوب وتراق وترجع تاني يا قلب الضوء، الحريق ما كانش بسبب البنزين، الحريق كان بسبب ماده كيميائيه. المأمور بيقول له ابنك سرق العربيه الجيب تاني، انا مش عارف ليه بيحب العربيه دي. دريك بيقول له لاني انا مش بحبها. في الوقت ده بريد بيقف على اشاره المرور وبيشوف اللي نفسه اشوفه يا صديقي. الحلو بيمشي بيلاقي العربيه وقفت، بينزل يشوفها بيلاقي العجله نامت وابوه بيدخل عليه. بيقول له انا مش هدفع ثمن الخراب اللي انت عملته. بيقول له لا هتدفع. مره واحده بيلاقي المأمور والنائب باريس دخلوا عليه. في الوقت نفسه سكوت بيوصل للمكان اللي ماتت فيه اليسون. بتجيله ليدا بيقول
لها شكرا لانك جيتي. بتاخده بالحضن وبتطلع الورق اللي كتبته في مكتبها. بتقول له اول حاجه محتاجين شويه تراب من المكان اللي ماتت فيه اليسون. وفعلا سكوت بيضرب الارض وبياخد شويه تراب، بيحط التراب ده في حته قماش. بيقول لها ها هنعمل ايه تاني؟ بتقول له يلا بينا. بيروحوا يقابلوا ابو اليسون، وبمجرد ما ليدا بتطلع الورق جاكسون بيخش عليهم. سكوت بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ بيقول له انت مالك؟ ليدا اتصلت بيا وطلبت مني المساعده فانا جيت علشانها. ليدا بتقول له تسلم يا جاكسون. جاكسون بياخد الورق وبيحطه على الارض، بيفضل يقلب في الورق يمين في شمال علشان يعرف ايه الرسومات اللي مرسومه في الورق، وفعلا بيرتب الرسومات اللي بتطلع في النهايه شجره. ليدا بتقول لهم ايه ده البستان المقدس. في الوقت ده ماليه بتكون مع حبيبها بارش، وليدا بتبعت لها كلمني شكرا. ماليه بتقول لبارش معلش انا لازم امشي حالا، وفعلا بتسيبه وتمشي، وبتروح تقابل ليديا وسكوت. بعد سلامات وطيبات ماليه بتقول لهم يلا نمشي من هنا عشان نلاقي اللي انتوا جايين هنا علشانه. هلا بالحق انتوا عايزين تدوروا على الشجره دي بالليل ولا بالنهار؟ محدش بيرد عليها، فبتقعد على الارض. بتقول لهم ده مش اتجاه الشجره، هو ده اتجاه الشجره. سكوت بيقول لهم خلوا بالكم في حد ماشي ورانا ومراقبنا. بيرجع خطوتين لورا، سكوت بيمسكه بيقول له هو انت؟ ماليه بتقول لهم ده ابن ديريك. الواد بيقول لهم انتوا بتدوروا على ايه؟ ماليه بتقول له بنتمشى يا خفيف. بيقول لها بلاش صياعه، انا عارف انتوا بتدوروا على ايه كويس، بتدوروا على الشجره صح؟ ماليه بتقول له هو انت تعرف توصلنا ليها؟ بيقول لها الشجره مش بعيد من هنا، يلا بينا اوديكم. وفعلا بياخدهم يوصلهم للشجره. ليديا بتطلع السيف اللي اتقتلت بيه اليسون، وسكوت بيقول لها في ايه؟ هو انت حاسه بحاجه؟ بتقول له حاسه بحاجه غريبه. ومره واحده التراب بيطير من ايد سكوت وبيروح جري على الشجره، والسيف بيطير من ايد ليديا وبيترشق في نص الشجره. ومره واحده السيف بيختفي، ولكن الدنيا بتهدى تماما. بيفضلوا مستنيين كتير ولكن مفيش اي حاجه بتحصل. بيزهقوا وبيكونوا خلاص ماشيين، ولكن سكوت بينده عليهم. بيبصوا وراهم بيلاقوا في فجوه منوره، ومره واحده بتظهر اليسون على الشجره، والكل بيكون في منتهى الذهول من اللي بيحصل. محدش بيكون مصدق ان اليسون لسه عايشه. بعدها بياخدوها في العربيه ويمشوا، وسكوت بياخدها عند مامته في المستشفى. في الوقت ده الوحش بيروح عند الشجره، والسيف بيطلع من الشجره تاني. الوحش بيقول واخيرا فوضى وصراع والم. في الوقت ده اليسون بتفوق، ما بتكونش فاهمه ايه اللي بيحصل حواليها، ومش فاكره اي حاجه في حياتها. اليسون بتسيب الاوضه وتمشي، وسكوت وزمايله بيفضلوا يدوروا عليها. ماليه بتقفشها، ولكن اليسون بتعمل لها حركه خليني اعدي. بتاخدها جري من المكان، ولكن بتلاقي اتنين من الشرطه. بتطير في الهواء بتريح الاول، وبتنزل تكيف التاني. في الوقت ده سكوت بيوصل لها، وبمجرد ما بيشوفها بيكون في منتهى السعاده. بيجري عليها ويمسكها، ولكن بتدي له علامه اوعى تنساني. بيفضلوا يبصوا لبعض، والجرح اللي في وشه بيختفي. بتدي له واحده في الانترافانتاس، وبتقول له انت مين؟ بيقول لها انا سكوت الجلداني. بتقول له سكوت مين؟ وفين ديريك؟ بتحدف عليه المقص، وبتاخدها جري، ولكن بياخدها جري وراها. بتلاقي باباها في وشها، ولكن ما بتكونش فاكراه. بتروح تجهز عدتها، ولكن بتسمع في حد بيتحرك في المكان. بتخش جوه بتلاقي الوحش. بتقول له انت مين؟ بيقول لها انا صاحبي. بتقول له لكن انا ما اعرفكش. بيقول لها اليسون جه وقت الصيف، انا عايزك تقتل المستذئبين وتقتل سكوت اللي دمر عيلتي. بتقول له سكوت انا مش فاكره الاسم ده. بيقول لها هتفتكري كل حاجه وانا هساعدك. بتقول له لكن انا مش واثقه فيه. بيغير شكله لشكل مامتها، هو بيقول لها انت اكيد بتثق في مامتك. بتقول له انت مش امي. بيقول لها انا امك يا بنتي، حتى صوتي نفس الصوت. تقول له انت كداب، انا امي ماتت. الوحش بياخدها في حضنه، هو بيقول لها انا هنا علشانك، لازم تخلصي على سكوت وديريك اللي موتوا ناس كتير ابرياء ودمروا عيلتنا بالكامل. في الوقت ده ديريك بيكون قاعد مع ابنه، بيلاقي سهم اتضرب عليهم وبيكون خلاص هيسيبهم. تفتكر انه هيسيبهم يا صديقي؟ لا والله. ديريك بيشد ابنه لتحت، والسهم بيجي في الدولاب. اليسون بيخش عليهم بالسكينه، ولكن بيلفها الناحيه الثانيه وبيقول لها اليسون بتحاول تضربه، ولكن بيرميها بعيد. بياخدها جري منها، ولكن بتضربه بسهم في رقبته. بيقع على الارض وبيكون خلاص يخلص عليه، ولكن دمبر بيمسك السهم قبل ما بيوصل له. بتضرب عليهم سهم تاني، ولكن هيكاري بتستلمه على كتفها وبتلفه الناحيه الثانيه بتحرقه، وانا كمختار مصدق. في الوقت ده سكوت وماليه بيوصلوا، واليسون بتهرب منهم. ديريك بيقول لسكوت سيبني وروح ليلي وخليك معاه. بياخدوا ديريك في العربيه على المستشفى. في الوقت ده الوحش واللي معاه بيخشوا على المأمور وبيخلصوا على رجالته واحد ورا الثاني، وبيختفوا من المكان زي الدخان. الوحش بيكون خلاص هيخلص على المأمور، ولكن باريس بيخشوا وبينقذوه في اللحظات الاخيره. في الوقت نفسه بيتر بيعالج ديريك بالنار، وسكوت بيتحرك علشان ينقذ هيلي بيحاول يضرب اليسون، ولكن اليسون بتكون وزه ماليزيه بتدي له واحده موزيه بتجيبه على الارض. بتشد سهم بتكون خلاص هتقتله، ولكن سكوت بيوصل في الوقت المناسب. هو بيقول لها كفايه اول لحد هنا يا اليسون بتضربه بالسهم، ولكن بيبعده بايديه وكانها حدفته بشبشب مثلا. المهم سكوت بياخد هيلي ويجري من المكان. اليسون بتاخدها جري وراهم، ولكن بيستخبوا ورا العربيه دي. سكوت بيقول له احنا لازم نجري، وعلشان جرحك يخف لازم تتحول. وفعلا هيلي بيتحول، والجرح اللي في جسمه بيختفي. اليسون بيكمل جري ورا سكوت، وهيلي بيرجع لابوه. في الوقت ده رجاله الوحش بيخشوا على ديريك اللي معاه، والباقي منهم بيطلعوا على دمبر وهيكاري في الطريق. دمبر بيغضب وجسمه بيبدا يتحول، وهيكاري بتخرج السيف، والضرب رايح جاي ولا حد قادر على التاني. اولاد الهرمه بيضربوا هيكاري بالسيف، وبرضه بيخلصوا على دمبر، ولكن ديريك اللي معاه بيكونوا شغالين تخبيط في رجاله الوحش زي الاسود في الغابه ولا حد قادرهم. ولكن المأمور بيخلصوا عليه، وكمان بيخلصوا على ديريك. بيختفوا زي الدخان. ابن ديريك وماليه بيحاولوا يهربوا، ولكن كمان ابنه بيحصلوا. في الوقت ده ماليه بتشد الستاره، وبمجرد ما بيشوفوا النور بيختفوا. اليسون بتاخد سكوت على الملعب ده، ولكن سكوت بيكون مصاب في صدره. بتيجي تحط ايديها على وشه، ولكن الوحش بيظهر لها، بيقول لها شكله حلو.
حلو، ولكن التاريخ مليان بالمجرمين اللي زيه. في الوقت ده كل اللي اتقتلوا بيلاقوا نفسهم مربوطين في مكان غريب ولسه عايشين ما ماتوش. سكوت بيقول لاليسون انت مت بين ايديا، ولو عايزين اثبت لك كلامي انا مستعد اثبت ده. بتقول له انت كذاب. بيقول لها اديني فرصه وانا هثبت لك، ولو مش مصدقني سيبيني اموت. بتقول له لو اديتك الفرصه بيقول لها يبقى لازم تنقذيني. وفعلا اليسون بتساعده وبتجيب الصاروخ ده علشان تكوي له الجرح. بيقول لها مش هتلاقي ولاعه. بتقول له انت عايز تعيش ولا لا؟ بيقول لها احرقيها. بتولعها وتحرق الجرح، وهو من شده الالم بيصرخ، واصحابه الوحش بيسمعوا صويته. لذا بتقول لهم في حاجه غلط، الوحش عامل حاجز بين عالمنا وعالمهم، وبارش الوحيد اللي يقدر يكسر الحاجز ده. وفعلا بارش بيتحول وهو بيحاول يكسر الحاجز، وفي نفس الوقت اليسون وسكوت بيكونوا شغالين طحن في الرجاله. الوحوش بيتلموا على اليسون وبيكون خلاص هيقتلوها، ولكن اللي ده بتستخدم قوتها بتصرخ بتخلص على الوحوش بالكامل. في الوقت ده اليسون بتفتكر كل حاجه، وبتفتكر حب عمرها سكوت، وبتفتكر باباها ومامتها. ولكن الوحش بيقول لهم اللعبه لسه ما انتهت. هو بيكون حاطط ايديها على ابن ديريك. سكوت بيقول له لا سيبهم وخدني انا. بيقول له اللي ما تعرفوش ان كل الارواح اللي هنا ملكي انا. بيقول له كل اللي انت محتاجه انا، خدني انا وسيبهم. خلي اليسون تقتلني واموت بين ايديها بنفس الطريقه اللي هي ماتت بيها، وبكده يبقى انت فزت في اللعبه. بيقول له انا فعلا فزت. بيقول له انت خسرت لانك انت مش هتكسب الا لما انا اكون بره اللعبه، ولكن انا لسه جوه اللعبه ولسه انا زي ما انا ذا الفا. بيقول له خلي اليسون تضربك بسهم في قلبك علشان تنقذ روحها وتنقذ باقي زمايلها. وفعلا اليسون بتضرب عليه سهم والتاني والتالت، وسكوت بيقع على الارض. اليسون بتجري عليه، وفعلا الوحش بيمشي ويسيبهم. الوحش بيقول لسكوت ايه احساس الديب لما بيموت؟ بيقول له مين قال لك اني هموت؟ سكوت بيستخدم قوته الخارقه وبيحرق الاسهم اللي في قلبه. الوحش بيتصدم. سكوت بيستعرض مهاراته وبيدي قوه نار الديب لهيكاري، واليسون بترفع القوس وبتخبط الوحش بسهم في دماغه. الوحش بيصرخ وبارش بيوصل المكان في الوقت المناسب. الوحش بيظهر وشه الحقيقي والكل بيقف مصدوم. سكوت ورجالته بيتحولوا وكلهم بيتلموا عليه. في الوقت ده بيجي وقت بارش اللي بقوه النار هيقدر يخلص عليه. الكل بيكون ماسك في الوحش، ولكن ابن الهرمه زي الطور محدش قادر عليه. ديريك بيرمي سكوت وابنه وبيقول لبارش خلص علينا احنا الاثنين. وفعلا بارش بيستخدم قوه النار، هو بيخلص على الوحش لوحده. ديريك بيضحي بنفسه علشان ينقذ زمايله ويخلص على الوحش. الكل بيكون في منتهى الحزن على موت ديريك، وسكوت وحبيبته اليسون بيرجعوا لبعض، وإلي بياخد مكان ابوه. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش يا صديقي اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخش تاخد لفه في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. وانزل تحت اكتب لي كومنت قول لي اكمل هنا ولا امشي يا صديقي. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.